صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتعالي بقى شوفي الجبنة الموتزاريلا اللي احنا عملناها من كوباية لبن ومعلقة دقيق واحدة. وشوفي كمان عملناها ازاي في الفيديو بتاع البيتزا. انما دي بقى كانت حتة كده فضت منها وعينتها في الفريزر. وكمان قلت اجربها كده وابشرها ونشوف النظام عامل ازاي. كانت حلوة جدا، وتعالوا يلا بينا نبشرها مع بعض. بس قبل ما نبشرها كده يلا نصلي على رسول الله في تعليق. وكمان اشتركي في القناة لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي. وما تنسيش بقى كده اللايك الحلو منك اللي بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير، وربنا يكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اللي متابعيني على القناه عارفين ان انا نزلت الفيديو بتاع البيتزا وعملت الجبنه الموتزاريلا، لان كانت الجبنه الموتزاريلا عندي قليله. ف كترت كده بقى منها وعملت الاختراع الحلو ده. ودي كانت حتة فضلت كده من على البيتزا وحطيتها في الفريزر. وقلت يلا هنبشرها مع بعض كده ونعينها بقى في الفريزر تاني نستعملها في بيتزا مرة تانية. بس هنبشرها كويس ونشوف النتيجة عاملة ازاي. طلعتها من الفريزر متلجة، عايزة اقول لكم ما كنتش عارفة امسكها خالص. وبدأت كده بالمبشرة وقعدت أبشر فيها بالطريقة دي. ادتني كمية حلوة كده من الجبنة الموتزاريلا. عملناها ازاي؟ عملناها بمعلقة دقيق وكوباية من اللبن ومعلقة من السمنة وشوية كده من جبنة الموتزاريلا على الجبنة الشيدر. وعملت شوية الجبنة الموتزاريلا اللي تستاهلوا بقكم دول. شايفين عاملين ازاي؟ والله العظيم حلوة واقتصادية جدا جدا، يعني هتفرق معاكي كتير. وكمان طعمها حلو قوي على البيتزا. هتزيد لك كده نكهة حلوة على البيتزا وجميلة. ممكن كمان تعملي كده وتزودي جبنة موتزاريلا عليها من عندك. هتبقى حكاية. بس بجد يعني اختراع حلو ومش وحشة. والنتيجة كانت ممتازة. عفوا. صلى على رسول الله. يلا في تعليق كده، اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. بفكركم لان لسه ما نزلتوش وانا شايفاكم. حط لايك بقى حلو كده من ايديكم. شايفين ده كده طبق الجبنه الموتزاريلا اللي انتوا شايفينه معايا. ما شاء الله حلو جدا. يلا ادخلي على طول على فيديو البيتزا وشوفي عملناها ازاي وشوفي الطريقه وكمان شوفيها عمليا على البيتزا في الفرن. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.